روتيني اليومي والشهري والاسبوعي وبالليل وبالنهار مع اولادي. طبعا اول ما بصحى بلاقي كل حاجه مش موجوده في مكانها. طبعا حبيب قلب ماما زي ما انتوا كده شايفين. عايز يقتنص الفرصه عشان بقى ايه يحط التاتش بتاعه. ازاي ماما تنضف؟ عيب، ما ينفعش. لازم ماما تنضف الاول وبعد كده انا بهدل. النهارده هنعمل الفروج المشوي في الكيس الحراري او الدجاج المشوي في الكيس الحراري بتتبيله اكثر من رائعه، هتعتمديها على طول وهتكون وصفتك الاولى باذن الله. فرخه صحيحه او متقطعه نفتح فيها فتحات علشان تتشرب التتبيله، ونفتح الفتحات من كل ناحيه في الوش وفي الظهر. ميه بصلايه صغيره، عصير ليمونه كبيره او برتقان. انا ما كانش عندي ليمون فاستخدمت البرتقان. نص معلقه كبيره جنزبيل فريش او جنزبيل ناشف، فصين كبار توم. لو بتشوفي قناتي لأول مرة ما تنسيش اللايك والشير علشان يوصلك كل جديد، سواء وصفاتي يومياتي أو تجاربي الشخصية أو الفسح في تركيا والسياحة في تركيا. نيجي لخلطة البهارات بتاعتنا: معلقة صغيرة ملح، نص معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة بابريكا، معلقة صغيرة كركم، نص معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة كزبرة، نص معلقة حبهان مطحون، معلقة صغيرة زعتر، نص معلقة قرفة. ممكن اطلب منكم طلب توصلوا الفيديو ل100 لايك علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. معلقتين كبار خل، معلقة كبيرة صلصة طماطم، من 3 ل4 معالق زيت. وبعد كده نقلب التتبيلة بتاعتنا في الفرخة من جوه ومن بره من كل ناحية، ونحطها في التلاجة لمدة يوم ونعملها تاني يوم. لازم على الأقل يوم تبات في التلاجة أو 7-8 ساعات. بعد ما تبلناها هنغطيها بقى بورق استريتش ونحطها في التلاجة لمدة يوم. تاني يوم طلعتها من التلاجة، حطيتها في الكيس الحراري وقفلت عليها، وبعد كده فتحت اخرام شوية او فتحت بسكينة فتحات في الكيس الحراري عشان ما ينفجرش وعشان البخار يطلع. بعد ما حطيناها في الكيس الحراري هنفتح فرن البوتاجاز من تحت بس على الرف الاوسط على درجة حرارة 180 الى 200 حد اقصى لمدة ساعتين، وهنحط الفراخ بتاعتنا. بعد ساعتين فتحت الكيس الحراري لقيت الفراخ بتدوب كده دوب. لكم جيبيه، هنا بيقولوا لكم جيبيه زي الملبن. انا جوزي تركي زي ما حضراتكم عارفين، اول ما كل الفراخ قال لكم جيبيه، يعني حاجة عجبته جدا. قال لي بصي انا هرقص الرقص الراجل اللي بيحرك بطنه بيرقص بيها ده، من كتر ما انا سعيد بالوصفة وطعمها يجنن. الوصفة دي تنفع للعزومات وتنفع للضيوف.